متابعين اكلات ماما ليلى في كل مكان، بحبكم في الله. النهارده بعمل لكم تريليتشا، اللي هي بقى ايه ترند الموسم دوت. بتتباع عند الحلواني غاليه قوي يا جماعه. الطاجن دوت الصغير ده بيتباع غالي قوي. انا هخليكي تعمليها في البيت وباقل امكانيات، والمانجا رخيصه الايام دي. واعملي بقى وهيصي بقى انت وولادك واعملي لهم احلى تريليتشا، احلى صنف في الحلويات. هنا بقى نقوله بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اول حاجه هنا معانا يا جماعه كوبايه من السكر، وكوبايه من الحليب زي ما انتم شايفين كده. طبعا الحليب ايه جاموسي تقيل حلو. ومعايا 3/4 كوبايه من الزيت. سهله خالص يا جماعه، دي هنعمله ايه الكيكه بتاعه التريليتشا. وهنا معايا حبيتين بيض كده زي ما انتم شايفين، 2 بيض كده بس، ما بتاخدش تكلفه ياما، وهتعملي كميه كبيره وجميله. وهنا هنحط الفانيليا بتاعتنا عشان البيض، عشان ما يبقاش فيه زفاره. الطريقه دي جميله. بصي هتربي كده بالمضرب، او لو عندك اي مضرب بيض اي حاجه اعملي بيه، بس انا عملت بالمضرب العادي ده. سهله خالص وما فيهاش اي حاجه وجميله. بدل ما تشتريها بالغالي، اسمها تيلي ريتشا عشان اللي هو مش عارفها. الوصفه دي جميله يا جماعه، جربوها كده واعملوها. تحفه والله لو عملتيها بامانه. مش هتعملي اللي هي دي. هنا بقى هناخدوا ايه اللي احنا المقادير اللي عملناها دي. هياخدوا 2.5 كوباية دقيق، بس طبعا على حسب ايه الدقيق. في دقيق بيشرب السوائل وفي لا. هتجيبي دقيق متعدد الاستخدامات بتاع الحلويات. هنا انا قعدت حطيت كده المجين. طبعا المج اللي بتعايري بيه كل حاجة هو واحد بس، مج تعايري بيه كل حاجة عشان يبقى ايه يطلع معاكي المظبوط. هنا زي ما انتوا شايفين كده برب كده كل ده مع بعضه. اهو خدت 2.5 كوباية بقول لكم اهو. العيار ده خد 2.5 كوباية بس، زي ما بقولك النص ده انت حطي واحده واحده عشان تشوفي معاكي العجينه بتطلع معاكي حلوه كده وخفيفه وجميله. هنا بقى باكو كيكنج باودر زي ما انتم شايفين عليها بس كده. دي بقى الكيكه بتاعتنا اللي هنعمله بيها ايه تريليتشا. اللي وصل لغايه كده معايا يا جماعه، اللايك والاشتراك في القناه، ربنا يخليكم يا رب ويبارك لي فيكم، ما يحرمنيش منكم ابدا. وهنا هدوبه تقليبي حلو قوي كله مع بعضه. وهنا الصينيه طبعا بتاعتي دي مقاس كبير، اكبر مقاس في الصواني ديت. كانت دول 3 صواني، دي اكبر مقاس كبيره قوي، وخدت كميه حلوه معايا. والكيكه طلعت جميله بصراحه، يعني حتى لو كلتوها كده الكيكه ديت المقدار ده طلع جميل، وريحتها وطعمها جميل تحفه. هنا بقى نحط الرشيت كده، دهنتها بالزيت ورشيت رشة دقيق صغيرة وحطيتها زي ما انتم شايفين. عايزة تحطي ورق زبدة في قعر الصينية حطي. هنا بقى كنت مسخنة الفرن يا جماعة قبلها كده ب10 دقايق، وعلى درجة حرارة 180. أول ما تشمي ريحتها بقى كده بصي كده في الفرن كده وشوفيها هتلاقيها. يعني بعد كده ايه 10 دقايق كده بصي عليها. هنا كده خلاص هبتها هبدة كده على الرخامة وهحطها. هنا بقى معايا باكوين كريم من الشانتيه كده، كريم شانتيه. عايزة تجيبي سايب هاتي، بس انا جبت كده باكوين. وحطيت بقى كوباية حليب بقى. بصوا انا مطلعة من الفريزر كوباية حليب ساقعة مثلجة، يعني تبقى ايه يعني فيها قطع تلج صغننة كده او مثلجة جامد يعني. هنا بقى هنضرب بيه كده زي ما انتم شايفين. وحطيت سكر، انا حطيت سكر عليه معلقتين كده، تحطي معلقتين كبار سكر برضو، هو بيبقى محلى. بس عشان دي طبعا حلويات لازم تحليها اكتر يعني. لو عايزه تكتفي بالسكر كده ماشي. هنا بقى لو عندك بقى قشطه عندك كريمه حطي معاها. هي طلعت جميله بصراحه. هو الكريم شانتيه جميل بصراحه. بصوا بيزيد معايا ما شاء الله، بتبقى جميله ازاي. الطريقة دي سهلة وبسيطة للتريليتشا، وحاجة تحفة يا جماعة. أنا لقيت عند الحلواني الطاجن ده بمبلغ، يعني تجيبيه بمبلغ. انما انا لما عملت كده انتوا شايفين انا المقادير بسيطة وسهلة ازاي. يعني كوباية السكر مع كوباية الحليب مع 3/4 كوباية الزيت مع حبيتين بيض مع الفانيليا، طلع جميل. بص شايفين منظرها جميل. هنا بقى كنت قطعتها كده وحطيتها في الطواجن بتاعتنا، وعايزة تحطي في علب حطيت برضو في علب. طريقة جميلة حطيتها كده. وهتشوفوا دلوقتي بقى هنعمله ايه بقى الجمال بقى. هنا بقى جايبة بقى ايه كوباية حليب ومحلياها، يعني حط عليها ايه كوباية الحليب ده دي 3 معالق سكر. طبعا التحلية دي يا جماعة على حسب ما انتوا عايزين، عايزة تكتري السكر كتري، عايزة تقللي. طبعا دي بتاعتك، حاجة بتاعتك.
هنا هزقيه كله من الحليب كده شويه كده. طبعا الكيك بتاعنا شرب من الحليب بقى، بس كانت بردت. لازم تسيبوا الكيكه ما تبرد يا جماعه، لو حطيتي عليها سخن تعجن معاكي. لازم الكيكه تبرد واللبن ساقع. يعني بصوا اللبن ساقع والكيكه بردت كده، ما تعجنش معاكي خالص، وتبقى تحتفظ بنفسها وجميله. بس طبعا هتديكي طعم تحفه بقى. شربت الحليب بتاعنا كده، وحليب بقى من الحلو يعني اللي هو ايه الجاموسي الحلو، فبخيره. هنا خلاص زقتها كده زي ما انتوا شايفين. طبعا انا كنت حاطه بقى اللي عملت الكريم شانتيه وحطيته في الفريزر. هنا بقى انا عامله عصير مانجا تقيل. تعملي عصير مانجا محلاه برضو تحليه وتقيل. هنا هتبصي شويه كده عليه برضو. كل ده الكيك بتاعنا هيشرب الحاجات دي وهيطلع لك تريليتشا تحفه. حاجه جميله يا جماعه، حاجه من الاخر كده زي ما انتوا عارفين. بصوا شايفين زقتها كده. طبعا المانجا زي ما بقول لكم كده موجوده دلوقتي ومش غاليه قوي، وكل بيت اكيد بيجيب المانجا دي. هتلاقي الحاجه عندك، ولو عندك الدقيق، عندك اللبن، الحليب، عندك الحاجات دي، السكر، الزيت، يعني تيسر ان شاء الله. هنا بقى حطيت بقى على كل كده طاجن كريم شانتيه كده وهنسويه. طبعا شوفوا الحاجات اللي حطيتها دي كلها تحفة تحفة تحفة. كلي بقى منها ما تشبعيش، وولادك ياكلوا بقى ايه، تورته. تاكلي تورته والله يا جماعة. انا وانا باكلها حسيت باكل تورته، مش باكل تريليتشا ولا كلام ده، لا 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 لا. تاكلي تورته. ودي تتعمل كمان في عيد الميلاد. لو عملتيها عندك عيد ميلاد كده ومش عازمة بقى حد كتير ولا كده وعائلي وكده، ممكن تعمليها دي بدل التورته. ولو عملتيها في الصينية بحالها، صينيه بحالها كده، وحطيتي فيها الحاجات اللي بحطها دي كلها من غير ما تقطعيها في الطواجن. بس انا عاملاها في الطواجن ليه؟ عشان اوريكم ايه، ان هي زي بتاعه المحلات، لان المحلات بيعملوها في طواجن كده. التريليتش يا جماعه دي جميله. المانجا بقى هنا كنت مقطعاه كده قطع زي ما انتم شايفين، وحطيت كريم الشانتيه. هنحط بقى قطع المانجا زي ما كده، زي ما انت عايزه بقى، كتري بقى، عايزه تقللي دي بتاعتك. هنا بقى بحط كده قطع المانجا. طبعا انا قسمت المانجا اللي انا عاملاها دي على الطواجن وعلى العلب اللي هي بغطا دي. يا جماعه اي علب بغطا عايزه كده تحتفظي بيها في التلاجة وتاخدي منها، تحفه جميله. المهم كانت حاجه كده تحفه. انا بقى دلوقتي من ساعه ما جربتها وكلناها، انا على طول بعملها والله، لان حاجه تحليه جميله وبتاكلي تورته وبأقل تكلفه يا جماعه. يعني انا كان عندي المانجا وكان عندي نص كيلو من الدقيق، وكان عندي كيس حليب في التلاجة. انا في حاجات يعني اشتريت حاجات بسيطة، يعني ممكن اكون اشتريت الكريم شانتيه بس، والبيكنج باودر وفانيليا ممكن، وكان عندي فانيليا كمان. يعني ممكن في حاجات في البيت مش هتشتري حاجات كتير، بس عملتي تحلية جميلة لولادك وكلوا منها. انا عندي احفادي لما جم كلوها قالوا لي تورته، يعني هما بياكلوها مستطعمينها تورته يعني. فحاجة جميلة. هنا بقى طبعا عصير المانجا اللي فضل رشته فوق الوش كده برضو. بصوا بشبعها بيها عشان تبقى غنية كده بالمانجا وتبقى تحفة يا جماعة. اعملوا الطريقة ديت. التريليتشا يا جماعة بتاعت المحلات الكبيرة، أكبر حلواني هو هتلاقي عنده التريليتشا دي. جميلة يا جماعة وطعمها جميل وتحفة وحاجة. بصوا من الآخر كده، وانتوا عارفين ماما ليلى لما بتعمل لكم حاجة ثقة، يعني تاخدوا ثقة، لأن أنا بعمل لكمش حاجة يعني لما أجربها الأول، أجربها ألاقيها حلوة أعملها لكم. كلوا بقى منها واشبعوا، أكلوا ولادكم كده.